ليه؟ ييه، دي تالت حاجة تقطع كلمة تتجوزيني، هو في ايه؟ شكل مفيش نصيب. ما تقوليش كده، ما تقوليش كده. مين اللي بيتصل؟ ايه ده؟ كلمة ايه دي؟ سيسل. سيسل. سيسل بتتصل بيكي؟ معرفش. اي سيسل. ايه ده؟ يا نهار اسود. حاضر حاضر، جايين بسرعة. دي نحسي، مفيش كلام كتير، تعالى بسرعة. يلا بسرعة. سيبي البدلة، في ايه؟ سيسل بتقولي ان مصطفى مش عايز يصحى من النوم، وكان بيشتكي بالليل ان بطنه وجعاه. يا نهار اسود، يلا بسرعة. هو ايه اللي انا سمعته ده؟ مصطفى مش بيصحى. يا نهار اسود، اكيد جرى له حاجة. انا كنت شاكة في الاسم محمد ده انه عمل له حاجة. مين ده؟ محمد؟ برضو احمد قال لي عليه. احمد قال لي يعني هو جو كده. ايوه، اصلا يعني سيسل وبنتي اصلا ما بيطمنوش للعيل ده. كان اصلا بيقعد يمشي وراهم في الجامعه. احمد قرفني. خلاص يا زن يا وليه، خلاص صدعت. اتكل على الله. لا خليكوا قاعدين عادي. انا مش عارف بجد يعني، معلش يعني في الكلمه، ايه البجاحه دي؟ في هنا واد بيموت، يلا نروح. صح، يلا وصلنا يا سيسل. في ايه؟ مصطفى مش بيصحى خالص. يا مصطفى قوم. استني انا هصحيه. وسعوا كده. هصحيه بطريقتي، مش وقته على المستشفى دلوقتي. يلا شيله ولا هبب اي حاجه. ده اشيله انا. شيل. حاضر اهدي. لا مش اهدى. مش قادر. وسع كده. يلا بينا على المستشفى بسرعه. يلا. انت شلتيه ازاي؟ يلا بس بسرعه يا دكتور، بسرعه. خلاص ما تزعليش، ان شاء الله هيقوم بالسلامه. انا كل اللي عايزه اعرفه، انت ازاي شلتيه؟ عادي يا ابني، ده خفيف وزي الريشه. لما جيت لنا البيت امبارح قلت لك ان انت تكمل صينيه الباميه، ما انت ما رضيتش. يا على اساس ان الباميه هي اللي خليكي تعملي كده. حتى دلوقتي تخبيه ولا ايه؟ اهدي. شفت بغبائك بقى؟ طب تعالي استني بره. طيب لا، انا هفضل واقفه هنا بقى، مش هتحرك لحد ما مصطفى يطلع. هيطلع ازاي بقولك؟ مين انت عاوزاه؟ انا عارفه انك هتتعبي. تعالي هنا بقى. انت تقعدي فين؟ بره في الكرسي بره. ماشي استنيني. معلش يا جماعه، وسعوا، هي في حاله طارئه. حالة طارئة ايه يعني؟ انا تعبانه، ست عجوزه قدامك، انت ما بتحسش بيا؟ انا طول اليوم عماله ازق في الفولترين، ومع ذلك ظهري بيوجعني ومش قادره اتحرك. حرام عليكم. عمو والنبي بقى، مش انت. يا ظهري. اقعد انت. اقعدي. اكيد جالك وجع ظهر من اللي انت شلته. والله ندت ولا ايه؟ قوم. عيل بجح. بعد مرور 3 ساعات. مدام سيسل، مصطفى عايزك. بجد؟ هو كويس؟ عايزها هي بس. خليها هي تيجي معايا. ماشي. انت لا. ليه؟ هو قال بالذات انت لا. طب اسمي ايه؟ اسمك احمد. كويس؟ الحمد لله شويه. يا بنتي قلت لك عايزك انت في موضوع لوحدنا. معلش امشي. وانا غريبه يعني؟ معلش. ايه كنت عايزه؟ بصي، طبعا انا متاكده ان محمد هو اللي عمل فيك كده. اصلا كنت شاكه في العيل ده اصلا. انا عارف كل حاجه، وشفت هو بيحط سم. ايه ده؟ ازاي؟ وسكت على نفسك ازاي؟ هقولك. امبارح لما كان هو عندنا شفته وانا رايح اجيب التليفون، شفته فعلا هو ماسك السم ويحطها في كوبايه حد. بس كنت متاكد ان هي مش كوبايتي، لانه عارف ان هو صاحبي. خدت التليفون ودخلت الاوضه عادي. كنت مش خايف، لاني كنت متاكد انه اكيد ما يحطهاش في كوبايتي انا. والاماره قلت لك وانت طنشتي، وساعتها اخدت الكوبايه وشربتها. وانا ساعتها قلت لك قبليها بشويه لما كان هو لسه بيحط السم، قلت لك ان انا شفت حاجه وعايزه اقولها لك، بس انتي طنشتي. فعلا يا ريتني وكنت طنشت.
انا اسفه بجد اني ما سمعتكش. لا عادي عادي يعني. انت هتعمل ايه دلوقتي؟ انت دايما بتاخد حقك من اي حاجه، هتاخد حقك منه؟ طبعا ده اهم حاجه، بس مش هاخدها وقتي، هستنى شويه يكون هو نفس الموضوع واخد حقي. طيب ماشي، اقدر بقى اجيب احمد وليلي؟ ماشي. اسود يعني العركة انت برضه مصمم ان انت مش هتدخلني؟ مش هتدخل. ده صوت وهو أحمد. ان انت اللي مش هتدخل مش مشكلتي. خليك لا انت تعبان. ربنا. لا انت لازم عاوز اشوف تعمل ايه اللي عركة. بيحصل. انا مش عاوز ايه اعمل ده؟ حاجه، انت ده اصلا اللي احمد بدأت فعلا. العركه، وبعدين ما حدش قالك ان سعي انت تزقني. سعي. بص حضرتك على فكره بقى سعي. انا ليا حريه ان سعي. اعمل اي حاجه. لا ربنا. بقول لك ايه، ما تجننيش، ما تخليش امد ايدي عليك، ما تقدرش تعمل اي حاجه. ما حسسني ان المكان ما فيهوش مدير. لو ربنا فين مديرك ما يقدرش يعمل لي اي حاجه. انت بتقول على المدير كده؟ عادي يعني. اظن انك ما شفتهوش، اجيبهولك؟ ما تقدرش تعمل اي حاجه. خلاص خلاص يا جماعه اهدوا. مين ده؟ ده انت جايبه من الشارع ده ولا ايه؟ انت ازاي تقول كده؟ خلاص خلاص خلاص. مش قصده مش قصده. لا قصدي على فكره. خلاص يا احمد عشان خاطري، مش عايزين مشاكل. معلش يا احمد معلش. لا ده لازم اجيب له مشكله في شغله، لازم اقطع اكل عيشك يعني. ما تقدرش تعملي حاجه، انا مش غلطان اصلا. خلاص خلاص يا جماعه خلاص. عشان خاطري يا احمد، عشان خاطري كل حاجه ان شاء الله تضربه، بس ما تمنعش اكل عيشه. دي اكتر حاجه ما ينفعش تعملها. عشان خاطرك انت بس. ماشي ماشي معلش. اسفين والله اسفين على الازعاج. تعال كده يا احمد تعال. معلش يا جماعه، كل واحد يمشي بقى يشوف مصالحه. معلش انا اسفه يا دكتور. هو المشكله بدأت من ايه؟ المشكله ان هو حضرتك زقني ضربني. ليه؟ عشان خاطر عايز يخش المصطفى ده. ما تتريقش عليه على فكره، ما عملش حاجه. فرحت مزعق له، هو مزعق لي، راح مد ايده تاني، رحت مديت ايدي، راح بدأ يزعق. يعني هو اللي بدأ. ماشي. ايه اللي انت عملته ده؟ انت غبي، مفيش عقل، مفيش منطق. انا سمعت الراجل بيقول ان انت ضربته. ليه تضربه يعني؟ حتى لو انا جوه ومش عايزك تدخل، انا حر. وليه مش عايز تدخلني كده؟ عايز اكلم سيسل موضوع كده لوحدنا. ده حتى ليلي سالها طلعتها بره. ماشي. ده خايف عليها ان انت تتقدم لها تروح تعمل لها مشاكل كل يوم، ترجع لها بمشكله. لو ربنا. وانت عرفت منين اصلا؟ ايه؟ عرفت منين اصلا ان انا هتجوزها؟ طبعا ما هو باين من تصرفاتك، وانت اصلا يعني قايل لي من زمان. طيب انا غلطان اني جيت لك. ايه تعال اوعى بس ما تكلمنيش تاني. هيقعد يعمل لي بقى الافلام الهندي. يا جماعه بقى ما تفضلوش تضحكوا كده. جماعه انا حاسس اللي عملته في مصطفى ده مش كافي، وشفته النهارده وهو راجع من المستشفى، بس الحمد لله كان متضايق، بس انا عايز اضايق اكتر. يعني هتعمل ايه يعني؟ ده انت عملت فيه اكتر حاجه وحشه، وطي صوتك. انت مبسوط؟ انت اللي عملتها، خلاص وطي صوتك. يعني انت ناوي تعمل ايه برضو؟ مش كله في مصطفى يعني، تعالوا نعمل حاجه في حد عزيز عليه، حد بيحبه قوي. مين؟ احمد؟ لا. ليلي؟ لا. سيسل. هتعمل ايه يعني؟ في عندي حاجتين، وفي حاجه انا مايل ليها اكتر. ايه؟ اول حاجه ان احنا نبعت حد يخطفها ويموتها. طب وتاني حاجه واللي هتضايق مصطفى وسيسل، ودي اللي انا عاوزها، ان احنا نسقطها. ايه؟ انت بتقول ايه؟ انت بتزعق لي؟ بزعق لك، مش الدرجات دي. من امتى يا بليا وانت بتزعق لي؟ من امتى وانت عندك كرامه قوي كده؟ انت بتهزقني؟ شوف انا مش متفق برضو، انا مش هعملها معاك، وروح انت سقطها لوحدك. مش هينفع. لا هينفع. احنا هنروح نبلغ عليك. استنوا يا جماعه، استنوا بس نتفاهم. استنوا يا جماعه استنوا يا جماعه. خش بس عتبه. سلام. ايه ده؟ افتح. خش بس عتبه. سلام. ايه ده؟
ادور على اللي يفتح لك. افتحوا يا ولاد. ازاي يعملوا كده؟ ازاي جرأوا؟ ماشي ليلي، تتجوزيني؟ ايوه. الف مبروك. ايوه الف مبروك ليكم. الله يبارك فيكم. الف مبروك. الف مبروك. الله يبارك فيكم. فضلوا سعداء للابد بدون محمد، بدون شلته، بدون اي حاجه تقدر تزعل.